النهاردة هنجرب مع بعض القطر التلجو الأسباني من الدرجة التانية من القاهرة لإسكندرية. القطر شغال بقاله 7 شهور. هنشوف لسه متحافظ على نظافته ولا لأ. قبل القطر ما يطلع كان العمال بينضفوا الإزاز كويس، وحقيقي أكتر مرة أشوف قطر الرؤية منه واضحة بالشكل ده. ركبت القطر وكانت العربية نظيفة جدا والقطر ريحته حلوة، وحسيت كأني بركب طيارة مش قطر. القطر اتحرك في ميعاده بالظبط. هحكيلكوا شوية عن القطر ده. القطر ده صنعته شركة تلجو الأسبانية ومستخدم كتير في أوروبا، وعربياته نفس عربيات قطر الحرمين اللي في السعودية، مع فرق شاسع في الجرار والسرعة طبعا. هنا سرعته ممكن توصل 130 أو أكتر حاجة بسيطة، ودي طبعا سرعة كويسة جدا بالنسبة للقطورة التانية في مصر. لكن هناك بيعدي 300، وده لأن السكة نفسها لسه جديدة والجرار نفسه جرار حديث وسريع. مصر حاليا شغالة على شبكة قطورة سريعة على خط الصعيد وخط اسكندرية ومطروح والعين السخنة. هنبقى نعمل فيديو عنه لما يشتغل إن شاء الله. أول قطر تلجو اشتغل على خط القاهرة اسكندرية كان في آخر شهر 12 اللي فات، وكان قطر واحد بس بيطلع الصبح من اسكندرية ويرجع الظهر من القاهرة. وبعدين في شهر 2 اشتغل قطر كمان على خط القاهرة الأقصر، وكان بيطلع من القاهرة يوم ويوم لأ، ومن الأقصر برضه عشان كان قطر واحد بس. حاليا خط الصعيد شغال عليه قطرين، واحد بيطلع من القاهرة لأسوان كل يوم، والتاني من أسوان للقاهرة، وثلاث قطور شغالة على خط القاهرة اسكندرية. هنشوف مع بعض المواعيد والأسعار في آخر الفيديو. حاجة لذيذة لاحظتها إن البيبان اللي بين العربيات بتفتح أوتوماتيك بسنسور، والدوشة اللي بين العربيات أقل بكتير من باقي القطور. من الحاجات المميزة في القطر ده إن في شاشتين في كل عربية بيعرضوا مكان القطر على الخريطة وسرعته ودرجة الحرارة ورقم العربية. وأقصى سرعة شفتها خلال السكة كانت 125 كيلو في الساعة. القطر ده مش بيقف في أي محطة في السكة خالص، مباشر على طول من القاهرة لسيدي جابر وبعدها محطة مصر. كل كرسيين في القطر قدامهم باسكت زبالة وفيشة ومدخل USB، والمساحة اللي قدام الكرسي واسعة ومريحة. وفي كمان ترابيزة بتتفتح عشان لو حد عايز ياكل حاجة أو يحط عليها حاجة. القطر ده كان من أقل القطورة اللي ركبتها اللي فيها هز ورجرجة في الطريق، وأعتقد ده باين في الفيديو. من الحاجات المهمة طبعا في القطر الحمام بتاع القطر. نشوف بقى هل حمام القطر ده على نفس مستوى نظافة القطر ولا لأ. الحمام حقيقي نضيف جدا وريحته كويسة. الحنفية بتاعته شغالة بسنسور وبتشتغل لما احط ايدي قدامها، وفي صابون ومناديل في الحمام دايما، وفي كمان شطافة وسيفون، وفي أكياس ممكن تتحط على القعدة. من الحاجات اللي ضايقتني شوية في القطر إن ظهر الكرسي مش بيرجع لورا، ولكن الكرسي نفسه بيتفرد سنة صغيرة لقدام. هو كان مريح بصراحة، بس مش هيبقى حلو لو حد بيحب يفرد ظهره زي القطر الفرنساوي مثلا. نيجي بقى للمواعيد والأسعار. نبدأ من القاهرة لإسكندرية. أول قطر ده اللي احنا راكبينه بيطلع من القاهرة 8 الصبح، وتاني قطر بيطلع الساعة 2 الظهر، وتالت قطر بيطلع 7 المغرب، وكلهم بيوصلوا في 2.5 ساعة. من اسكندرية للقاهرة أول قطر بيطلع 7 الصبح كل يوم، ما عدا الجمعة والأجازات بيطلع 9 الصبح. تاني قطر بيطلع 2 الظهر كل يوم عادي، وتالت قطر بيطلع 7 ل10 المغرب كل يوم برضه، وكلهم برضه بيوصلوا في 2.5 ساعة. بالنسبة لسعر القطر من القاهرة لإسكندرية والعكس، فالدرجة التانية اللي احنا راكبينها دي ب150 جنيه، والدرجة الأولى ب225 جنيه. الفرق بين الدرجة الأولى والتانية إن الدرجة الأولى الكراسي أوسع شوية وفي شاشة قدام كل كرسي. بالنسبة لخط القاهرة أسوان، القطر بيطلع من القاهرة 7 المغرب كل يوم، يوصل أسوان 7 الصبح. بيقف في محطات الجيزة، أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وإدفو وكومومبو، وهحطلكوا مواعيده من كل المحطات في الآخر. القطر اللي بيطلع من أسوان بيطلع برضه 7 المغرب ويوصل 7 الصبح في القاهرة، وبيقف في نفس المحطات. سعر القطر من القاهرة لأسيوط والعكس 250 جنيه درجة تانية و350 درجة أولى. سعره من القاهرة لسوهاج 300 درجة تانية 500 درجة أولى. سعره من القاهرة لقنا 350 درجة تانية 550 درجة أولى. سعره من القاهرة للأقصر 400 درجة تانية و600 درجة أولى. ومن القاهرة لأسوان 550 درجة تانية و700 جنيه درجة أولى. وجهة نظري القطر المفروض يبقى أرخص بكتير من كده،
خاصة ان قطر النوم لأسوان ارخص من الدرجة الاولى واكيد هيبقى اريح. بس القطر حلو كتجربة من القاهرة لاسكندرية، لكن طبعا صعب ان حد يركبه كل يوم. هبقى اعمل فيديو قريب ان شاء الله عن طريقة حجز القطر من على النت. ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك، واشوفكم الفيديو الجاي.